السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهاردة هو حبي نفسك قبل ما اي حد يحبك. حبي نفسك قبل ما اي حد يحبك. هو فيديو تحفيزي، يا رب يعجبكم. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب. ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اوعدي نفسك بالنجاح، اوعدي نفسك بالصحة، بالجمال، بكل الإيجابيات اللي تتخيليها في الدنيا. اوعدي نفسك بيها. تمام. لازم تعرفي انك انت مع نفسك، مش عشان مجرد انك انت تحلي مشاكل، تواجهي ضغوط، تتغلبي على سيطرة النرجسي وسلبيات النرجسي. لا، انت مع نفسك عشان تديها حب، تديها تقدير، احترام، تعاطف، امان، تديها خير. تمام. كل ما شبعتي نفسك الامور دي، مستحيل النرجسي او غير النرجسي يأثر على نظرتك لنفسك او احترامك لنفسك، او يأثر على قراراتك واحكامك للامور. تمام. كل ما شبعتي الجانب الوجداني، الجانب النفسي عندك، كل ما شبعتيه باحترامك وتقديرك لنفسك وتطويرك لذاتك. خلاص، احنا ليه بنقول تطوير؟ لان من خلال التطوير انت بتعرفي مهاراتك وقدراتك، وادام عرفتي مهاراتك وقدراتك فانت بتثقي في نفسك. ومن هنا بتبتدي رحلة وضع الاهداف. لما بتحطي اهداف طالعه من شخصيه، الشخصيه دي انت محترماها، عارفه قدراتها، عارفه مهاراتها، وعارفه ان الهدف اللي انت بتحطيه في ايدك انك تنفذيه على ارض الواقع. الموضوع بيفرق كتير من انك بتحطي اهداف وانت مش شايفه نفسك، وانت مش عارفه قدراتك ومهاراتك، وانت تايهه في الدنيا. فاهمه؟ فالموضوع كله هو انك انت تبقي مع نفسك. تبقي مع نفسك مش مجرد التغلب على الصعاب او مواجهة الناس، او الدفاع عن نفسك قصاد النرجسي او غير النرجسي. لا، انت مع نفسك عشان تديها تعاطف، عشان تديها حب، اهتمام، كل الجوانب الإيجابية اللي ممكن انك انت تتخيليها ان انت تديها لنفسك. خلاص. طيب، كل الحاجات الإيجابية دي مصدرها ايه؟ مصدرها طريقين. اما طريق الدين، يعني في منبعين، اما المنبع الديني واما المنبع النفسي. المنبع الديني بيوفر لك الحماية والسند النفسي. خلاص، المنبع الديني بيوفر لك الحماية والسند النفسي، علاقتك بربنا، إيجابياتك مع ربنا، علاقة خشوعك أمام الله سبحانه وتعالى، علاقة امتنانك وشكرك لله سبحانه وتعالى على كل النعم اللي ربنا أعطاها لنا. الامتنان بيولد حالة من الشكر والحمد، وبالتالي تحسي بالرضا، وبالتالي بتلاقي نفسك خلاص انت بقيتي هادية نفسية. ليه؟ لانك انت اشبعتي هذا الجانب بداخلك. تمام. المنبع الآخر هو المنبع النفسي، اللي بيوفر لك الحماية والسند المادية المحسوسة، تطوير نفسك وقدراتك ومهاراتك والقصة دي كلها. خلاص، ده اللي بيوفر لك في النهاية مصدر دخل. هو ده اللي في النهاية هيخليكي انك انت تقدري انك انت تستغني عن النرجسي، او انك انت تقدري انك انت تسيبي النرجسي، او مش عايزاه. خلاص، الموضوع بالنسبة لك خلاص انك وقفتي على رجلك نفسيا وماديا، استقليتي عن النرجسي، فكيتي تعلقك بيه، وده شيء محسوس. وكمان بقى عندك مصدر دخل، وده برضو شيء محسوس. بس في النهاية مهما وفرت لك سبل الحياة، أمور مادية كتيرة وسبل راحة في الحياة، لكن مفيش إشباع الديني عندك،
خلاص. فهتلاقي نفسك دايما تعبانة نفسيا، مش قادرة تقفي على رجلك، ومش قادرة انك انت تقتنعي بنفسك انك انت فعلا سند لنفسك. تمام. طيب تعالوا بقى بينا ندخل على التمرين. التمرين سهل وبسيط جدا. التمرين عبارة عن انك تقفي قصاد المراية لمدة دقيقة. خلاص. وطبعا في ناس تقول لك ايه، هنكلم نفسنا في المرايه ومش عارف ايه والكلام ده. المرايه مش للميك اب، المرايه لانك انت تعدلي من سلوكك وتعدلي من نفسيتك، وانك انت تتواصلي مع نفسك بشكل نفسي ايجابي يعمل على توكيد الذات عندك، يعمل على انك انت تحققي نفسك وتحققي ذاتك، ويبقى عندك تقدير لنفسك، وانك انت متصالحه مع نفسك، متقبله نفسك. المرايه مش للميك اب، مش للزينه وبس، لا، المرايه هي وسيله للتواصل مع النفس. تمام. فبالتالي انت بتقفي قصاد المرايه وتقولي لنفسك انا كويسه، انا قويه، انا ايجابيه، انا اقدر ان انا اعمل كذا 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 وهكذا. خلاص. بعد المرايه دي وخلاص، الموضوع كله دقيقه انك انت بتثبتي لنفسك بعض المصطلحات والمفاهيم اللي تقدري انك انت من خلالها انك انت تقفي على ارض صلبه. خلاص. بعد كده بتواجهك صعوبات الحياه. فلما تواجهك صعوبات الحياه مش تتعاملي معاها من منطلق بقى اعمل ايه، انا ضحيه، انا مش عارفه اعمل ايه. لا، انت اديتي لنفسك انك انت بقيتي، بدل ما بقيتي تفكري من جوه الصندوق على انك ضحيه، لا، انت بقيتي تفكري من بره الصندوق من وجهه نظرك انك انت تقدري انك انت تدي احكام بناء عليها تصدري عليها قرارات وهكذا. فلما بترجعي تقفي قصاد المرايه تاني وتدي لنفسك سبورت معنوي تاني، وتقدري انك انت تدي لنفسك ايجابيات وكلمات ايجابيه، وتفتكري الضغوط اللي حصلت بعد الكلام الايجابي الاولاني دوت، فبتلاقي نفسك انك انت ده انا وقفت مع نفسي، ده انا قدرت ان انا احل المشكله، لا انا اديت نفسي تعاطف، انا اديت نفسي تقبل، لا انا مفيش مشكله ان انا حزينه، تقبلت مشاعر الحزن، تقبلت مشاعر الخوف. وبالتالي فبيبقى في اريحيه بينك وبين نفسك، بتبقي متقبله نفسك، وفي نفس الوقت بتتعاملي مع الامور مش من منطلق انك انت قله الحيله، مش من منطلق انك انت مش عارفه تعملي حاجه ومحتاجه لحد يحللك مشاكلك، او محتاجه لحد تاخدي رايه في حاجه معينه. لا، انت بتبقي سند لنفسك بنفسك، وهو ده اللي احنا عايزينه. ليه؟ لان الحياه مع النرجسي ما ينفعش انك انت تطلعي اسرار بيتك بره، ما ينفعش انك انت تشتكي من النرجسي، وما ينفعش انك انت تتناقشي معاه في اي حاجه بتتعبك او اي حاجه وجعاكي، لانه هيضغط عليها اكتر وهيكررها لك اكتر. تمام. فحاولي انك انت تكوني انت السند لنفسك. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.